السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وصفة جديدة وفيديو جديد، وهنعمل النهاردة مع بعض البيتي فور. الوصفة دي عايزاكي تسجليها عندك علشان تعمليها دايما ما دمتي عايزة بيتي فور، يعني انعم كده من الغريبة وبيدوب بجد في البق. حاجة بجد يعني جميلة جدا، والوصفة مضمونة قوي للناس اللي حتى اول مرة تعمل بيتي فور. يعني هتاخدي نتيجة مميزة جدا، وكمان بأقل تفاصيل، وهنتكلم في كل حاجة علشان نطلع بالنتيجة اللي انتوا شايفينها دي. وما تنسيش اللايك، يلا بينا. عندي هنا كيلو من الدقيق دي، ده نوع يا جميع الأغراض يا دقيق كحك وبسكوت، والاتنين برضو هيدونا نتيجة كويسة. هنا بقى بشيل 50 جرام من الدقيق وبحط بداله 50 جرام من بودرة الكاستر. بتديني طعم حلو، وكمان بتديني للبسكوتة نفسها هشاشة كده، وكمان لون خفيف. لكن لو مش عايزه بودره الكاستر او مش موجوده، هيبقى بدلها 50 جرام من النشا. وطبعا مش هننسى رشه الملح البسيطه دي، بتبقى اضافه ضروريه جدا ان هي بتعزز الطعم معايا. بقلب عندي الدقيق بشكل كويس كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى للنقطه التانية، السكر عندي 350 جرام من السكر البودر. وطبعا لو انت طحناه في البيت لازم يتنخل عشان ما يبقاش فيه اي سكر كده ما طحنش كويس. عندي هنا 4 بيضات، شلت منهم البياض واكتفيت بس بالصفار. ده علشان يديني نعومة البيتي فور عندي. لكن لو انا عايزاه يبقى مخرفش شويه، ممكن يبقى بيضتين وصفارين، يعني بيضتين كاملين وصفارين. كمان عندي هنا 50 جرام من السمنه، ودي اضافه اقدر ان انا اشيلها واقدر احطها، مفيش اي مشكله خالص. عندي هنا 750 جرام من الزبده، اي نوع زبده مفيش اي مشكله. الزبده عندي هنا بتبقى ساقعه بدرجه حراره التلاجة، يعني ما بتبقاش سايحه قوي علشان احنا طبعا الجو حر. فمن كتر الضرب ما تبتديش انها تسيح مني وما تدينيش النتيجه اللي انا عايزاها. وطبعا الناس اللي هي مش عايزه السمنه، اقدر ان انا احط 800 جرام زبده من غير اي سمنه خالص في عجان او مضرب كهرباء، علشان هنحتاج ضرب كتير، يعني القوام بتاع الزبده يتغير معانا. بحط الزبده والسكر وكمان السمنه، وابتدي ان انا اضربهم لحد ما يدوني قوام كده زي الكريم شانتيه. يعني مش اقل من 10 دقايق ضرب كده مستمر. وبرده من وقت للتاني لو احنا بنضرب في عجان او حاجه نقلب بشكل كويس، لان بتبقى فيه زبده تحت ما ضربتش بشكل كويس، وبتبقى لسه زي ما هي كده في شكلها او في صورتها الاولانيه. طبعا مع الوقت ببتدي ان انا اوقف عند العجان واجيب كده من الجناب بشكل كويس، علشان اضمن ان كل الدنيا عندي كده بقت تمام جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين، بصوا كده الشكل اتغير، كمان لون الزبده عندي فتح شويه. واحنا كده ماشيين في طريق صح. للناس اللي هي طبعا ما بتعرفش الشكل بتاع الزبده بيبقى عامل ازاي، او حتى اول مره يعملوا البيتي فور. هنا بسيبه بقى دقيقتين كمان كده يتضرب. خلاص هنا بوقف عندي العجان، الزبده والسكر اتضربوا بشكل كويس قوي وادوا النتيجه اللي انا عايزاها. هبتدي بقى احط عندي الفانيليا، سواء سايله او حتى اللي هي السكر. هحط طبعا لكل بضايه او لكل صفار بيضه بحط كيس فانيليا، لو اللي هي الاكياس. لكن لو اللي هي السايله ببتدي ان انا احط معلقه كبيره. هنزل عندي هنا كده بالبيض او صفار البيض واحده واحده، وابتدي ان انا اشغل عندي العجان او حتى المضرب. اول ما بتروح عندي ملامح البيض، ابتدي ان انا احط التانية والتالتة لحد ما بخلص طبعا الكميه كلها. وما بوقفش، ببتدي ان انا اسيبهم كده يعني لمده دقيقتين 3 بعد ما يختلط البيض بالزبده والسكر بشكل كويس. هيبتدي القوام عندي يخف اكتر، هو ده اللي انا عايزاه. بتحس ان البسكوته معاكي مش مكتومه، بتبقى خفيفه وهشه كده ومرمله معاكي، بيبقى نتيجتها كويسه جدا. هنا لما بخلص ببتدي احطه عندي في طبق يبقى كويس، اقدر ان انا اشغل يعني ايدي فيه بشكل كويس، يعني يبقى واسع معايا. وببتدي اجيب عندي دي وانخله. نخل الدي ده ضروري جدا، حتى لو انت جايباه اللي هو الاكياس، بس ان احنا بندخل فيه كميه هواء كويسه. كل الخطوات دي كده لو احنا عملناها صح بناخد في الاخر بسكوته بجد مثاليه جدا. هنا بقى بعد ما نخلت عندي الدقيق ببتدي ان انا اقلب، مش بعجن. انا ببتدي ان انا ادمج بس دي مع بقيه الخليط عندي. وعايزه اقولك التقليب الكتير فيه مش حاجه كويسه على فكره، يعني بس لحد ما الدنيا تظبط معايا كده وملامح دي تروح خالص، بتدينا في الاخر العجينه اللي مش ملمومه خالص، اللي بتلزق جدا. دي كده عجينه مظبوطه قوي. للناس اللي هي عايزه تعمل البيتي فور في المكنه مش في الكيس، بزود 100 جرام دي زياده، ونبتدي ان احنا نعمله، بيدينا برضو نتيجه هايله جدا.
هنا بقى لما بخلص عندي عجنه اشتغل على طول، مش بريح عندي العجينه ولا اي حاجه. بجيب بقى كيس الحلواني والتيب اللي يعجبني، يعني اي شكل بحبه اقدر ان انا اشتغل فيه. واجيب بقى عندي الصواني ما بتدهنش اي حاجه، سواء الومنيوم او حتى تيفال. البيتي فور بيبقى فيه كميه زبده كويسه تخليه ما يلزقش خالص. عايزه اقولك العجينه قد ايه لينه جدا وحلوه جدا معاكي. وطبعا لو احنا في الصيف يا ريت ان انا اشتغل تحت مروحه، يعني ما اشتغلش خالص جنب فرن، على اساس العجينه عندي ما تتاثرش وتبتدي انها تسيح. بالنسبه بقى لدرجه الحراره اللي بدخل عليها البيتي فور، بسخن الاول عندي الفرن على درجه حراره 170 لمده 10 دقائق يسخن، وبشغل من تحت بس. بدخل عندي الصينيه في الرف اللي في النص، وبستنى لغايه ما بياخد لون اشقر حلو كده من تحت. ولو عندك مروحه في الفرن بتشغليها برضو بتدعم معاكي كده اللون، وبتخليه لون حلو كده موحد زي ما انتم شايفين. يدوبك بس يبقى لون كده جميل من تحت اشقر، مش مغامق معايا، علشان ما تتحرقش مني البسكوته، لانها بتبقى هشه ورقيقه قوي. هنا بقى زي ما انتم شايفين نتيجته حلوه قوي. لما بتطلع عندي الصينيه بروح سايباها على جنب كده في مكان يبقى مهوي. اول لما بتدفى معايا ابتدي ان انا اشيلها، ويا ريت ما اشتغلش في صواني تبقى سخنه. العجينه معايا هتسيح ويبتدي يفرش منك في الفرن، ودي نتيجه طبعا مش كويسه جدا. هنا لما خلصت عندي الكميه كلها ببتدي ان انا اجيب كل اتنين قد بعض علشان الزقهم، سواء بقى بمربى او حتى بنوتيلا. النوتيلا لو انت حطاها في التلاجة طلعيها وسيبيها وقت كافي كده بره لحد ما تسيح، وحطيها في كيس عندك من كيس التلاجة، ونبتدي نحط يعني كميه بسيطه زي ما انت شايفه، ونبتدي ان احنا نلزقهم بالشكل ده كلهم. وبعد كده ابتدي بعد كده اديلهم بقى الشوكولاته اللي انا عايزاها. يعني التزيين ده في الاخر بيبقى على حسب الرغبه، يعني لو حبيتي تعمليهم مثلا بشوكولاته بيضه، شوكولاته بالحليب، شوكولاته دارك، او حتى بالبيستاشيو، يعني زي ما انت عايزه، مفيش اي مشكله خالص، ومفيش صح ومفيش غلط. عايزه اقولك طعم الشوكولاته اللي هي بالحليب دي بجد تحفه جدا في تزيين البيتي فور. بقدر ان انا اسيح عندي الشوكولاته كده سواء في الميكروويف، يعني 30 ثانيه في 30 ثانيه تبتدي تسيح معاكي، ما تكتريش عليها عشان ما تنشفش من تحت، او يبقى على حمام مائي، تبقى الميه بعيده عن البوله اللي انت بتسيحي فيها، وتبتدي انك تسيحيها. اهم حاجه ما يطولهاش ميه خالص عشان ما تخرصش معاكي وتبتدي انها تبوظ معاكي الشوكولاته خالص، مش هتعرفي تعملي بيها حاجه. هنا عندي بقى بالنسبه للتزيين التاني، يعني اقدر احط على الشوكولاته ايه، ممكن جوز هند، ممكن فرماسيل، ممكن مكسرات السوداني اللي هو المجروش ده، مفيش اي مشكله خالص ومفيش صح وغلط. اقدر اعمل كل حاجه انا عايزاها. اهم حاجه نعمل الحاجه يعني بحب علشان تطلع نتيجتها في الاخر كويسه. زي ما انتم شايفين بكمل عندي طبعا الكميه كلها، هي بتاخد وقت شويه، ولكن لو احنا نظمنا كده الخطوات بتاعتنا بجد بتبقى منجزة جدا ومش هتاخد منك وقت كتير. بحطها بقى على ايه، بحطها عندي على ورق زبدة لحد ما اخلص عندي الكمية. ولو الدنيا عندي حر قوي ادخل في التلاجة لحد ما بخلص خالص، وبعد كده ابتدي ان انا احطها عندي في العلب. وكده يبقى خلص معايا الفيديو النهارده. اتمنى يكون عجبك وتجربيه. ما تنسيش اللايك والاشتراك، وللمتابعه فعلي زر الجرس على الكل علشان يوصل لك كل جديد. وسلام عليكم.